شبرا الخيمة، ودايما يا جماعة نتكلم على اللي بيحصل في شبرا الخيمة. هنا كده المكان ده بالظبط عند قهوة شرف، الجزئية بتاعت قهوة شرف وقبلها بشوية، والمرور الحتة دي كلها بقالها أكتر من ساعتين واقفة. مشكور بصراحة الراجل اللي وقف يصور ده، لأنه زهق والناس زهقت، يعني ابتدت تتحرك شوية، فقال لأ أنا هصور عشان أنزل وأقول يعني عربيات خط المؤسسة هي اللي بتعمل كده. عربيات خط المؤسسة بقوا يقفوا عند ترعة الشابوري وبيخلّوا الدنيا زحمة كده، خلاص العربيات ما بتبقاش عارفة تعدّي، ما هو واقفين وعاملين تكدُّس، فبيحصل زحام في حتّة، فخلاص المنطقة كلّها تبقى زحمة. وطبعًا ما فيش حد من رجال المرور مثلًا واقف هناك أو كده لتنظيم الحركة دي ولا أي حاجة خالص، فعشان كده ده حاصل. الوضع سيء جدًا في المنطقة دي، كل يوم، كل يوم تكدُّس كده. تخيّل تبقى داخل شُبرا، شُبرا يعني حتّة أنت يعني مش تكمّل 10 دقايق، لأ تفضل أكتر من ساعتين 3 عشان توصل للحتّة دي كلّها. لو الطريق ماشي كويس مش هتاخد 10 دقايق، لأ هي حقيقي بنركب الميكروباص بتاع المؤسسة ده بيقعد أكتر من نُص ساعة. طب لو الدنيا زحمة بالمنظر ده ممكن يقعد أكتر من ساعتين، طب ليه؟ ده أنا لو نزلت القاهرة أسهل. ليه كده؟ يا ريت حد يسمعنا يشوف لنا أي حل، يشوف حل مع بتوع خط المؤسسة دول، العربيات دي، لأن لمّا الناس بتتكلم معاهم أو أصحاب العربيات مثلًا ملاكي أو عربيات تانية تتكلم معاهم ينزلوا يتخانقوا، تبقى مشكلة وخلاص تبقى خناقة، فما حدش عارف يتكلم معاهم ويتعامل معاهم. فيا ريت حد يشوف لنا حل.